ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الراعي الرسمي للعيد. الرقاق بقى نجهزه عشان الصواني بتاعة العيد الجامدة. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي مع بعض. اول حاجة ده عندي نص كيلو من الدقيق، دي نص معلقة صغيرة من الملح، ومعايا هنا كوباية مية. المية مش معيارية ابدا لغاية ما نشوف الدقيق بتاعنا هيستقبل سوائل قد ايه. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني. هفضل بقى احط شويه بشويه في الميه كده لغايه اما الدقيق بتاعي كله يتوه معايا كده، وهفضل اعجن فيه بقى لما خلاص بقى تبقى عجينه متماسكه معايا كده ومش طريه قوي ومش ناشفه، يعني طريقه عجينه متماسكه كويس. طبعا انا كل ما بعجن انتوا عارفين ان الدقيق ده بيروح من ايدي خالص اهو. ولو حسيت ان العجينه سايله معايا وما لمتش معايا ممكن احط عليها رشه دقيق عادي، ما فيش عندنا بيض ولا لبن ان هي تبوظ العجينه بتاعتي. اهم حاجه ان انا اعجنها عجين كويس لما توصل للسمك اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ بصوا بقت عجينه متماسكه وجميله جدا معايا اهو. هبتدي بقى ان انا اقطعها لو انا عايزه اقطعها على ميزان عشان يبقى الكرات كلها قد بعضها. مفيش مشكله، عايزين تعملوها زي ما انا بعملها هتبقى بحجم البيضايه تقريبا. نص كيلو عمل معايا 17 قطعة رقاق تقريبا. هشكلها كلها بنفس الطريقة، وبعدين هغطيها بكيس بلاستيك زي كده، احط عليها فوطة لغاية ما ترفع معايا عشان اقدر اشكلها براحتي زي ما انا عايزة. هسيبها بقى كده من تلت ساعة لنص ساعة لغاية ما العجينة ترتاح كويس قوي عشان تتفرد معايا بسهولة. دي بعد ما ارتاحت، بصوا اول ما بدوس على العجينة يا جماعة بصوا هبتدي بقى ارش دقيق كده على الرخامة. كمية دقيق كويسة يعني عادي، ما تقلقوش من الدقيق خالص. انا بجيب كذا واحدة كده افردهم الفردة البسيطة دي عشان تسهل عليا بعد كده لما افرد بالنشابة يبقى الموضوع سهل يتفرد بسرعة معايا. هركن بقى دول على جنب وهجيب كذا واحدة برضو اعملهم بنفس الفردة، وبحط كمية دقيق كويسة تحتهم ودقيق فوقيهم تاني وانا بفرده. نفس الفردة برضو البسيطة دي وهركنهم برضو على جنب. انا بسهل معايا الشغل بتاعي عشان ما يعني ايه يبقى الموضوع بالنسبة لي سهل يعني. هبتدي بقى اجيب اول واحدة من اللي انا فردتهم الاولانيين كده عشان تتفرد معايا بسرعة اهو. هي ارتاحت معايا. هبتدي اجيب بقى النشابة بتاعتي وهفرد فيها. على فكرة الفرد بيبقى بسهولة جدا وبسرعة جدا. شايفين؟ بتتفرد فعلا بسرعة كده لانها ارتاحت كويس، فمبتاخدش معايا وقت في الفرد خالص. طب انا هفردها سمك قد ايه؟ انا بعمل الحركة دي من الوقت للتاني يا جماعة. لازم تشيلوا العجينة من على الرخامة وترش دقيق وتحطوها تاني، حتى لو تحتها دقيق ما ينفعش ان احنا نفردها مرة واحدة. لازم نعمل الحركة دي، بتسهل علينا مش شرط ان انا بعملها بريحها كده على ايدي، لا لازم ان انا اشيل العجينة واحطها تاني. تمام. بصوا السمك بتاعها بيبقى خفيف جدا لانها ما بتبقاش زي الرقاق الطري. انا عايزاها تنشف معايا، وهي لو تخينه هتقب مني على البوتاجاز، فمش مش هتديني سمك الرقاق اللي احنا بنجيبه بقى من بره، هتبقى تخينه وناشفه ومجلده بعد كده مش هنحبها. هعمل واحده كمان، وانا على فكره ممكن اعمل اتنين مع بعض مره واحده او ثلاثه، بس انا ممكن انا انجح فيها، لكن انتي ما تعرفيش مثلا لو كميه الدقيق جت منك بسيطه او دوستي عليها بزياده هتلزق منك وهنرجع تاني نزود ميه ونعجنها ويبقى الموضوع بالنسبه لنا صعب. فانا عشان كده عملتها واحده واحده لان الموضوع ما بياخدش حاجه. شايفين؟ هنركن بقى ديت على صينيه فيها دقيق ونغطيها بفوطه او حاجه عشان ما تنشفش مني، ولو اتحطوا على بعضهم يعني جنب بعض كده مش هيجرى لها اي حاجه. عندي بقى صينيه على البوتاجاز، انا حطيتها على ظهرها زي كده عشان ما تبقاش مباشره للنار فيتلسع مني او ياخد لون انا مش حباه. هسخنها تسخين كويس، بعد كده ههدي النار اخليها نار هاديه جدا. هبتدي بقى احط الرقاقه بتاعتي، وبعدين لما تتشمع معايا هقلبها وانا بلف كده الرقاق على الصينيه عشان كلها تاخد درجه سوا واحده، تبقاش واخده لون من حته وحته. لا انا مش عايزاها تاخد لون اصلا، انا عايزاها تنشف معايا. انا بلدنها على البوتاجاز يعني بنشفها على البوتاجاز بالطريقه دي. طب انا بدوس على الحروف بتاعها ليه؟ لان هي اول ما بتبتدي تتشمع فالحروف بتاعتي بتطلع لفوق، فانا عايزاها تبقى كلها سوا واحد، فبدوس عليها. شايفين؟
عشان يبقى كله زي بعضه، مفيش حتة طرية وحتة ناشفة. شايفين حاجة كده جميلة جميلة بصراحة، طلعت النتيجة معايا حكاية. امشوا بس على نفس الخطوات زي ما انا قلت. طبعا بعد كل رقاقة همسح الصينية بتاعتي كويس جدا، لان بيبقى عليها دقيق والدقيق ده بيتلسع معايا، فانا لو حطيت عليها الرقاقة اللي بعد كده هتبوظ لي وشه يعني هتحرقه معايا. هو البوتاجاز هيتبهدل شوية من الدقيق بس مش مشكلة، نمسحه احسن من الحاجة تبوظ مننا. طبعا لو عندنا فرن احنا ممكن نعمله في الفرن، وهيدينا نفس النتيجة برضو، بس انا حبيت اوريكم الطريقة الاسهل عشان لو مش متاح الفرن بتاعنا. طبعا دي كانت النتيجة معانا زي ما انتم شايفين يا جماعة. والله حاجة كده ما شاء الله ما شاء الله. انا هفتح لكم واكسر لكم واحدة. بصوا بصوا، خفيف جدا وجميل. يا ريت بقى تجربوه، ولو عجبكم تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.